بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النور النبي الرسول. واحنا واقفين على هذا المشهد المبارك، هذا المقام المبارك لهذا الرجل المبارك، هذا الرجل اللي ربي سبحانه وتعالى وفقه انه يعمل كتاب في الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب كنوز الأسرار. هذا الكتاب المبارك اللي يحب يعني يملأ به صحيفته من الحسنات، فقراءة هذا الكتاب يعني فيه خير كثير. اللي يحب يعرف يعني صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم يزيد يقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الكتاب يعني وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللي يحب يعني المعارف واللي يحب الأسرار واللي يحب الأنوار يكثر من هذا الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجازي هذا شيخنا هذا خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك اللي يعني أشغل الخلق في وقته، أشغل الناس، لأنه يعني بعد كتاب دلال الخيرات يعني المعروف عند الخلق يعني وعند العامة وعند المسلمين، كتاب دلال الخيرات للإمام الجازولي، كذلك جزاه الله عنا سيدنا الجازولي، جزاه الله عنا كل خير. يأتي يعني بعده كتاب يعني كنوز الأسرار اللي انتشر في الشرق والغرب، لما فيه من الإفادات ومن الأسرار ولا فيه من المعارف ولا فيه من الترقيات اللي ربي سبحانه وتعالى جعله يعني في ذاك الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجازي علينا هذا الشيخ، وأنه يكثر ربي سبحانه وتعالى من المؤلفين ومن المصلين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف أنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات، كما أن نشوفه في الغيث النافع في تونس، وإن شاء الله ربي يغيثنا ويغيث جميع بلاد المسلمين. تنزل الرحمات، تنزل البركات، ترفع يعني المصائب والفتن. فهذا كله باش ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن واقفين يعني في حضرة هذا الشيخ المبارك، هذا الشيخ يعني الجليل اللي شغل يعني وقته وعلمه كله وضعه في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ينفعنا بهذا الكتاب، وأنه هذه الكتب يعني كدلائل الخيرات وككنوز وغيرها من كتب الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنتشر يعني وتدرس وتوجد في جميع يعني المساجد وفي جميع البيوت وفي الجيوب كذلك. يعني كل إنسان يكون يمشي حتى يسافر ولا يمشي أي مكان يكون في جيبه كتاب دلائل الخيرات وكتب كنوز الأسرار. فمن الأشياء يعني اللي ربي سبحانه وتعالى كرم بها بلادنا انه جعل فيها يعني مقام هذا الرجل الطيب، هذا الرجل المبارك، انه ربي سبحانه وتعالى يعني تولد في المغرب وعاش في ليبيا، وربي سبحانه وتعالى رحم تونس ورحم هذه المقبرة بوجود يعني مثل هذا الرجل المبارك في هذه البلاد وفي هذا المكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه ربي يكثر من امثاله في هذا الزمان اللي ألفوا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينشروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجازيه عنا كل الجزاء، وأنه ربي سبحانه وتعالى يرزقنا بركته وسره إن شاء الله. وجزاكم الله عنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.